الرحلات وكل حاجه اهي. الله، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا 3 اهداف. اول هدف هو انشاء بيئه امنه لينا ولاولادنا علشان نقدر ننتج ونبدع ونوفر لنفسنا مستقبل افضل. وعلشان كده مع بعض في الفيديو ده هنتدرب على اننا نعمل كل حاجة تخدمنا في ال3 حاجات اللي احنا عايزين نعملهم. هنروح الشغل مع بعض علشان مستقبلنا يكون افضل، وكمان هنتعلم حاجة تأمن مستقبلنا وتخليه افضل وتأمن البيئة اللي احنا فيها، وكمان هنهتم بصحتنا علشان نشوف هنكون اسرة ازاي. يلا بينا نبتدي الفيديو. فدلوقتي انا في مرحله الانتاج والابداع، ده وقت الشغل. فالفيديو اللي هعلمك النهارده تعملي حاجه سهله قوي لو انت عايزه ترسمي حواجبك، هو اني هعلمك ترسمي حواجبك بمنتجين بس. هستخدم الماسكارا الشفافه من بنفيت والاي شادو من بنفيت. ما تنسيش بقى تروحي تشوفي الفيديو على مكان الشغل، ويلا بينا على الخطوه اللي بعدها. وطبعا علشان نقدر نقوم بكل الحاجات اللي احنا عايزين نقوم بيها لازم يبقى عندنا طاقة، والطاقة مش هتجيلنا غير لما احنا نهتم بنفسنا وبالتغذية. فيلا بينا نروح على المطبخ بقى نعمل حاجة ناكلها ونتبسط بيها علشان نشحن طاقة ونشوف الخطوة اللي بعدها. قلب النهاردة يلا. دلوقتي خلينا متفقين ان احنا عندنا كلنا اهداف في حياتنا، وعلشان نقدر نحقق اهدافنا دي لازم يبقى احنا عندنا الطاقة اللي تخلينا نقدر نحقق الاهداف. فصدقوني عنايتكم بنفسكم هي اللي هتخليكم تقدروا تحققوا اهدافكم. فطول ما احنا بنهتم بنفسنا وبالتغذيه، لان التغذيه عليها عامل مهم جدا، سواء حالتك النفسيه كويسه حالتك النفسيه مش كويسه، الغذاء هو اللي هيخليك تقدر تحقق احلامك. فدلوقتي انا هعمل لحمه، فهشوحها بس كده في السريع. فتقدروا دلوقتي تقوموا تعملوا لكم اي اكل انتوا بتحبوه، واهتموا بالبروتين. مش لازم يكون لحمه، ممكن تقدروا تاخدوا البروتين من اي حاجه تانية، لان صدقوني البروتين بيساعد المخ ان هو يشتغل كويس. موضوع ملوش دعوه بالعضلات، ملوش دعوه باي حاجه. انا دلوقتي بنتكلم انا وانتوا في العامل النفسي، العوامل النفسيه اللي هتساعدنا ان نفسيتنا تبقى كويسه، النوم والغذاء، وخصوصا لو انتوا حالتكم النفسيه مش افضل حاجه دلوقتي. فاوعدوني ان انتوا هتقرروا ان انتوا تهتموا بالتغذيه حتى لو بابسط الامكانيات. مش دايما لازم ناخد البروتين من اللحمه او من حاجه غاليه، نقدر ناخدها من اي حاجه في متناول ايدينا. وصدقوني لو تابعتوني انا اكتر واحده هتديكوا افكار، حتى لو انتوا قاعدين في ارض مهجوره تقدروا تتبسطوا وتقدروا تعملوا الاكل اللي هيساعدكم انكم تتبسطوا. فاوعدوني دلوقتي ان انتوا هتقدروا تهتموا بصحتكم النفسيه والجسديه والعقليه، لان مهما كانت الظروف اللي احنا بنمر بيها احنا بس اللي هنقدر نطلع نفسنا منها. اوعدوني شباب وبنات ابطال وبطلات المستقبل، اوعدوني ان انتوا هتهتموا بصحتكم. فيلا بينا دلوقتي بقى، انا هروح على البوتاجاز اللذيذ الصغنون بتاعي هعمل الاكل، وبعد كده هنروح نشوف الخطوه اللي بعدها عشان نشوف احنا النهارده مشينا كام خطوه من تحقيق هدفنا اللي هفضل طول الوقت افكركم بيه. 3 اهداف عندنا: انشاء بيئه امنه لينا ولاولادنا ولاهالينا علشان نقدر ننتج ونبدع ونشتغل ونوفر لنفسنا مستقبل افضل. علشان تالت هدف نبني اسره سعيده ومتماسكه ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. ومين فينا مش عايز يعيش مبسوط واسرته تبقى سعيده؟ والحاجات دي ما بتتمش لوحدها، احنا اللي هنشتغل على اننا نخليها موجوده. فربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، فاحنا علينا السعي وربنا عليه الامور التانيه كلها. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو احنا عايزين كل حاجه تتصلح فاحنا لازم نتغير ونتعلم ازاي نتغير. يلا بينا نروح على البوتاجاز. فين بقى الطاسه الصغنونه بتاعتي؟ شايفين دي صديقتي الصدوقه في كل الرحلات وكل حاجه اهي. الله، سامعين؟ ان شاء الله يبقى بره، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى بره مش هنا ان شاء الله. انت بره صح؟ مين اللي عارف دي بتاعت ايه؟ سامعينه؟ لا ده انا ناوي اسهر واطبق هنا النهارده. حبيبي صرف.
صغننه مش هتاخد. ودلوقتي بقى بعد ما خدنا بريك واكلنا، يلا نروح بقى نعمل مونتاج لفيديو بتاع عروسه هينزل على صفحه الشغل بتاعتي، لان طبعا انا ميك اب ارتست ومجال دراستي علم النفس، فانا بعمل لكم الاثنين 2 في 1 يعني زي الشامبو والبلسم كده. وطبعا بما ان انا وعرايسي بنتكلم في كل حاجه، فلازم نعمل مونتاج ونشيل الحاجات اللي مش عايزينكم تسمعوها. نزلي بلاش بقى. ايه خطير ما شاء الله مليان حلو تحفه زي ما انت عايزه. تحفه بجد زي ما انا عايزه بالظبط. نزلي بلاش شويه عشان نشوف معاكي. خطير الالوان فظيعه تحفه. عايزه تغيري حاجه؟ لا تمام. لا كل حاجه كويسه حلوه قوي. أمورة تسلم. بصي كده بقى يمين وشمال بقى طلع كده بسم الله ياتي. وكده احنا اشتغلنا على تاني هدف وهو مستقبلنا. تعالوا نرجع بقى لاول هدف وهو البيئه الامنه اللي عايزين نعملها. فعلشان كده هنبتدي بقى نراجع المعلومات العلميه اللي هشرحها لكم من اول بكره، وهو ازاي نعرف السلوك المؤذي او السلوك اللي مش كويس. مش عايزين نقول الكلمه علشان الفيديو ما يحصلوش حاجه، بس انتوا هتقروا الكلام ده ومن اول بكره هشرحه لكم ان شاء الله علشان نفهم السلوكيات دي ازاي نقدر نتجنبها وازاي نقدر نمنع انتشارها اكتر من كده، لان هي انتشرت وبقت كتير جدا والموضوع ما بقاش مطمئن. فكده الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى لكم يوم سعيد واتمنى لكم لحظات سعيده، واتمنى ان انا كنت خفيفه على قلبكم. والناس اللي اول مره تشوفني، انا اسماء حسين، وطبعا احنا عندنا هدف هنشتغل عليه كل يوم مع بعض. متنسوش بقى تستنوا الفيديو بتاع بكره. بحبكم جدا، ابطال وبطلات المستقبل، شبابنا وبناتنا الحلوين. مع بعض ان شاء الله هنوفر لكم كل حاجه انتم محتاجينها. بحبكم جدا، اشوفكم بكره.